هل الانمي كايجو 8 يستحق المشاهده؟ ما تيجي نشوف. قول لي الاول عامل ايه يا حبيب قلب البطل؟ كله تمام؟ انزل اعمل لايك وسبسكرايب، اكتب لنا كومنت شفت كايجو 8 ولا لا، ويلا بينا. كايجو 8 هو انمي مكون من 12 حلقه، بيتكلم ان العالم بتاعنا وخاصه اليابان بيظهر فيها وحوش غريبه. الوحوش دي بتهاجم البشر وهم اسمهم الكايجو، وبتكون في هناك منظمه اسمها منظمه قوه الدفاع وبتتصدى ليهم. وهنا يجي دور بطلنا اللي هو بيشتغل في تنظيف الجثث بتاعت الكايجو، وبيكون حلمه من هو طفل ان هو يكون في قوه الدفاع مع صديقه طفولته هينا، اللي كانت فعلا سبقته بخطوات كتيره وبقت قائد الوحده الثالثه في قوات الدفاع. بس مع تقدم كافكا في العمر بدا حلمه يتلاشى تدريجي، وسنه سنه بدات الشعله بتاعت كافكا تطفي، لحد ما يظهر شاب اسمه رينو اتشيكوا، شاب حلمه نفس حلم كافكا ان هو يبقى من قوات الدفاع، وهو كان جاي في وحده تنظيف عشان يستعد للتقديم. وفعلا رجع الشعله بتاعت كافكا تاني اللي هي تشتعل وتبدا تسترجع بركه. وقبل ميعاد التقديم يحصل حاجه غريبه جدا، بيهجم كايجو على كافكا وعلى رينو، وعلى اثر الهجوم ده بيخشوا الاثنين المستشفى. وهناك كافكا بيتحول للكايجو رقم 8 لما يبلع حاجه غريبه كده. فيا ترى هيعمل ايه؟ دلوقتي بعد ما اتكلمنا في القصة، تعالى نبدأ شوية نقزقز كده في السلبيات والمميزات مرة واحدة كده من غير ما نحرق حاجة. أول حاجة الشخصيات، مش هتكلم كتير عنهم علشان ما احرقش، بس هتكلم بس عن كافكا ورينو اللي هم الأبطال الرئيسيين ظهروا معانا في أول حلقة. رينو وكافكا هم بالنسبة لي شخصيتين عكس بعض جدا. واحد بارد جدا، شخصية هادية، ده طبعا على رينو. والتاني شخصية طفولية شوية، بيحب يلعب يهزر بيضحك، شخصية كوميدية جدا. وهنا بتكلم على كافكا. والمفارقة العجيبة طبعا ان كافكا هو اللي 32 سنة ورينو عنده 18 سنة. فالتبديل في الشخصيات ده عامل ميكس لذيذ كده، حسسك ان انت مبسوط وانت بتستمتع بالقصة يعني. وطبعا من الشخصيات اللي انا هركز عليها دلوقتي قوي هو كافكا. هو اكتر حد جذبني طبعا في الانمي ده، سبب الشخصية المميزة لو في زي ما قلت هو شخصية طفولية لحد كبير، بس طبعا وقت الجد بيبقى شخصية جادة جدا، بيبقى شخصية حازمة جدا، بيعرف يتصرف في الامور الصعبة، وده هيبان لنا في تطور الاحداث. الشخصية بتتطور يعني، شخصيه مش ثابته. لا معلش انا تميت 32 سنه انا هفضل قاعد، لا هو شخصيه بتتطور يمين شمال، بيروح بيسعى ورا حلمه، بيتطور. ممكن يجيله فترات بينزل فيها بيطلع فيها، بس بيتطور. وهو شخصيته شويه بتفكرني بأراتا كيازاكي بطل انمي ريل لايف. لو شفتوه يعني، لو شفتوا ريل لايف هتفهموا كلامي. هو شخصيه كبيره في السن، تتعامل مع ناس صغيرين شويه عنه، بقى الميكس ده بيحسسك ان انت في فعلا اختلاف عمري. ده طبعا حاجه ترجع للكاتب اللي هو عارف يوصل لنا الاحساس ده بشكل كويس جدا. تاني حاجه حابب اتكلم عليها هي الموسيقى. اوست كاجو هو واحد من اعظم الاستاذ اللي سمعتها في عالم الانمي، حاجه كده من ريحه استاذ بليتش. طبعا استاذ فوق العظمه. حتى اسمع معايا كده. جميل صح؟ حتى لما تسمعه وانت بتتفرج على الانمي هتحس ان هو يدخلك جوه المود، جوه الفايتات، وانت بتتفرج بيدخلك جوه اجواء الانمي 100%. تالت حاجه مش هتطرق ليها كتير قوي، هي حاجه بسيطه. الرسم والتحريك مفيش كلام عليهم، هم كويسين جدا، بس طبعا ما ينفعش اقارنهم بالجيتسو كايزن او ديمون سلاير، بس هم كويسين في المجمل، كويسين مش هيقفلوك، حلوين جدا. طبعا من العيوب الانمي اللي هي مش عيب قوي بس هو عيب ولا بكرهه، اوترو الانمي واحده من اسوأ الحاجات. مش بتكلم عن موسيقى، بتكلم عن قفله، حاجه كده من ريحه الفنان محمد سامي. تقفل في اكتر حته ما ينفعش الانسان يقفل فيها، تبقى مندمج جدا مع الحلقه، فجاه صوت الموسيقى المستفز بتاعها ده. وفي المجمل الانمي بالنسبه لي واحد من الانميات الجميله جدا، ومن افضل الانميات شفتها السنه دي، وتقييمي ليه 8.5 من 10. فلو ما شفتش انمي كايجو 8 مستني روح شوف. بس وكده نكون خلصنا الحلقه. ما تنساش اللايك والاشتراك وقول لنا كومنت، هل كايجو عجبك ولا لا؟